اللي يقر تكاد حديث مسلي ويشبع النبي صلى الله عليه وسلم يقر باللي يزمر طاع الوالدين أتسر ونادي رحنا هذه قفض روحيس الملك نادي كلف ربي أتقفض روحيس اسمه طاع الوالدين شكا تقف طاع الوالدين ريون ومخلوق يمكن مثلا يتمثنا طاع ضوح منيع الوالدينيس يزمر سوات سني هذه يروح لجلس اسمر اسي وخر سيدي ربي سبحانه وتعالى انك الحديث غريق وزرا ما يصحى ناوي يصحى مثلا محمد يثوفوت. بارك الله فيك الحاج. طاعة الوالدين الحاجين يد نهضر في اللاسي تدوينين دروس افيغ خاطر طاعة الوالدين العلماء نسيت كل شيء خاطر افيغ الايات دنا دعوة نعاود وذكر من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين. الوالدين اذن الصح ربي تصل الآيات أن دا يقرد واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. هذه قال الإيمان ربي سبحانه وقطع الوالدين كني الحوت وزمرات فرق غير الإيمان ربي وقطعة الوالدين وتفرق ضرا تسنث وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. وقضى ربك المعنى وأوجب الله قضى ذاك المعنى فرض إكزميت ربي أتضيع الوالدين أدي قرطاعة الوالدين كي طعن ربي سبحانه وزميرا كتصوب طعن الوالدين عندنا نظن قرض ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. الوالدين ربك دي توصي كي قال بالك الوالدين الرسول صلى الله عليه وسلم مسقساني قارس أمك ديون الحديث يقارس كذلك ثبورت نغ الجنة نيك أتن دو يضرن يماك الجنة نيك أتن أرفافاك ثبورت الجنة أتن أرفافاك أشحال يمسنيني قلان ذي العشرات من الآيات من الأحاديث ننفيوش فيه أفاش تاقي طاعة الوالدين كي تصل أمور الساعة ثم زواروث الرسول صلى الله عليه وسلم رغم أنفه ننسنوا من أدرك والديه أو أحدهما سلحقي ثنيد ولم يدخل الجنة يفاسيني الوالدين يكشكش من الجنة إذا يكشكش من الجنة الوالدين وكانت تحصل أتدعو راسي ربي عقلي يجيو المصيبة كذا ضوع الوالدين كاين الطائع الكسف اللي هو قالت يكسر ربي سبحانه. أما الحديث نيد نبوي أتصي فردان ثلاثة نيك شمال يفريق فلاسن يفريق يغلق يوني ذا ربي يفرج في لنا يفرج ربي سبحانه ضوع الوالدين خاطر كاين الطائع افاش كي مسناون نندا طاس يعني الفضل يقسع طاعه الوالدين افاش كي موت نكيد معليش ما سوف نكيد معليش ما الوالدين تستغاضر ورسنا كني انا ما موثن اخطر الجنتين اتنا الوالدين وفاش كي ليون الحديث نفي وشبيح يبوس تداوي وكذا سقسي يعني نك مثلا كي يدي سقسنا اسقسيه كي يصحى الحديث كي ناقص يصحى الحديث كي رواه الامام الترمذي اتصي مسناون ديناني الصحه في غير خطرني الحديث كي ماشي الدرجه حسن صحيح العلماء هذا الترمذي قال حسن صحيح بارك الله فيك العلماء يكشم ذي الحسن او تصي مسناون يكشم ذي الحسن وتوين تدا تصي مسناون اما وقاد نزيك اما وقاد نتورا يدي قرن بليك ربي سبحانه يوث تمثال تندا يتسرى مقارنه المكتوبه كي ائم الماء لاجل نيون ملك الموت كي يتسوين يوكنا ذي الروح ويزرى كل شيء كيتقان العلماء الا ينفر ربي سبحانه في الناس الا كان الامور الا ربي نزران واقي ربي يزرى بلي كيضوع الوالدين ناس يزمر ذي السبه يوكنا ديس لاجل ناس ربي سبحانه اسيني طاعه الوالدين كي يرناس يعيش اكثر بشحال يقلان اكزران الملك كي مقارن ملك الموت مقارن كي عزراين كلهم كيسقار ولكن اسمي صح واقي وقاد يتساوي تكسن الروح تقبضا الروح. وقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم يدير الامام الترمذي شو دي قال انيك يونس صحابي خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن في المسجد يبص في غداك كاين في وشبيح ارغورنا وكونين الذي المسجد النبوي المسجد النبوي هذه المدينه الند فقال اني رايت البارحه عجبا يظلي ولا عيون لاعجب الناس رايت رجلا من امتي ولا غيون الجزير لي دي ثرقيث والمنام الرؤيا الانبياء وحي من الله سبحانه وتعالى الناس ولا رجلا من امتي جاء ملك الموت ليقبض روحه يسد الملك يتقبضنا الروح يوكنا ذي روح الناس فجاءه بر والديه يسد في الدز ذاك يتسمس بر الوالدين اي العف ذاكي
يبدا زد الاكل خدماني جرزني خدمه في الوالدين يعني يبدا داك ملك الموت انك فرد عنه الناس مازال واقي هذه يكمل هذه يخدم ومقارن الخير هذه يخدم يعني ربي سوز بس ذي العمريس اذا جو دنيني بليك بر الوالدين ام في يساد الاحاديث النظام يقول نصحان مليح بلي بر الوالدين وصله الرحم رنون ذي الاعمار يبغى نبوي اذا نشتاق واقي رنون ذي الاعمار ذو واقي المعنى كان يمسناون بلي نصح بر الوالدين وين يضوعن طاعا الوالدين يرنوس وظيف ذي الاعمار امش كذلك ما تزور ذوي كيتيلين سلخصوص الوالدين الناغتي والليثين وكذاكي رنون ذي الاعمار اكيد لا ماشي والحديث ماشي السين وقيت اكيد الاحاديث ني يقعدان بلي طاعه الوالدين ساعه تصل الفضل ربي سبحانه. يعطيك الصحه الشيخ في وجهه كينيا سؤالي